تخيل انك تكون مروح بيتك جاي من الشغل تعبان مش قادر عايز تنام، وفجأة يجي واحد مفتول العضلات ضخم جدا يثبتك يقول لك طلع اللي معاك، ويقعد يستفز فيك، يستفزك هو نفسه وش مستفز، بص وشه عامل ازاي. انت تتعصب وتقرر ان انت تواجهه، تمسك القبضة بتاعتك وتديله بأقوى ما عزمك. بالراحة كده، بالراحة خالص، عشان هو ما تهزش، ما حسش بحاجة، ما تأثرش بالضربة حتى، وتستغرب كده، تتخض وتبلع ريقك وتتوتر وتديله ضربة تانية وتلاقيه برضو ولا حاجة، كأنك بتضرب في جبل حرفيا واقف قدامك. بس لما نيجي نبص من منظور تاني هتعرف ان هو جالك من السما. خليني كده احكي لك قصة سريعة حصلت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كان في رجل راح له قال له: يا رسول الله، ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه إياه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فمن بعد الحديث ده احنا تفكيرنا بيتغير، ان الراجل ده الضخم ده اللي احنا خايفين منه، لا هو ممكن يكون تذكرة ان انت تبقى شهيد، ان انت تدخل الجنة. فانا ما هربش منه بقى، لا لا، تعالى بس كده، انت جيت لي من السما يا راجل، تعالى اقول لك كلمتين بس على السريع. وهنا احنا نكتشف حاجة رهيبة جدا، ان احنا كل ما اتعلمنا اكتر، كل ما شجاعتنا تزيد اكتر، كل ما مش هنخاف اكتر. مثلا لو انت كنت اتعلمت اسلوب الوينج تشون، كنت تعرف ان القبضة عاملة زي قطرة المية، واحدة بس مش هتقدر تهد جبل، انما عدة قطرات، يعني حاجة زي كده. لو كنت مثلا اتعلمت اي اسلوب في الكونغ فو، كنت هتعرف ضربة الانش، ضربة معينة بزاوية معينة بقوة معينة هتخلي خصمك يروح اخر الدنيا. فده المحتوى الجديد بتاعنا هنا ان هو فن الدفاع عن النفس. ده انا اتعلمت فنون قتال على ايد والدي، واللي بالمناسبة هو اتعلمه من زمان في نادي رياضي، ومع الوقت بدأنا ان احنا نشتري كتب ونطور نفسنا فيه اكتر واكتر. وده يعني ده غصب عني، لان انا ساكن في حواري سي جي، ساكن في مدينة جوثام، في حتة يا اخوانا ومش هقدر اوصف اي فيها حاجات وحشة كتير يعني من غير مبالغة. بس انا حاولت اتعلم كل حاجة عشان اواجه الناس دول. انا اكتر واحد عارف يعني ايه خوف، يعني ايه منطقة خطر. انا اكتر واحد خدت على قفايا يا اخوانا من الاخر انا اكتر واحد اتضربت واكتر واحد اتعورت، فانا عارف ازاي اتعامل مع الناس دول. فاي حاجة هقولها لك هنا هي حقيقية. وبس كده، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده، ان احنا نبتدي محتوى جديد. فلو حابب تشوفني اكتر في المحتوى الجديد اعمل متابعة عشان ما يفوتكش اي فيديو، لان هيكون مصلحة ليك. إيه، كان معاكم مصطفى، اكيد حفظتني. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.